الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا رد موجز يا جماعة الخير على مقطع الشيخ فايز الكندري حول موضوع حكم التحالف مع الكفار ضد الخوارج. كان المفروض أن يكون هذا المقطع أن أنشره يعني قبل أيام، لكن بنتي مريضة وشغلت بها، ولله الحمد الآن صحتها أفضل الحمد لله رب العالمين. وبعد الاستخارة والاستشارة سيكون هذا الرد الموجز القصير. أولا يا جماعة الخير، الخطأ العلمي الذي طبعا فيه أخطاء علمية ومنهجية كبيرة وقع فيها الشيخ فايز، وإلا لما كان هناك داعي للرد. الخطأ المنهجي الأول يا جماعة الخير أنه صنف المخالفين أظن في 3 أقسام أو 3 أصناف، أنهم إما يكونوا دواعش أو يكونوا متعصبين حزبيين أو أن يكونوا من الروافض أو جماعة الروافض ومن ألف لفهم. وهذا يا جماعة الخير والله بغي مخالف للواقع، لا يصح لا يحل أن يقول هذا الكلام. هناك أناس من غير هذه الأصناف الثلاثة يعني ينتقدوا هذا الوضع، التحالف وغير التحالف، مما يحصل في سوريا هذه الأيام من قبل الحكومة السورية. أمر آخر، ترى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حديث صحيح قال عن الشيطان، قال لقد صدقك وهو كذوب. يعني أبو هريرة المعلومة اللي أعطاك إياها الشيطان هي صحيحة مع أنه كذوب الشيطان. إذا ربما يكون إنسان فعلا متعصب أو محورجي أو كذا ويطلع منه كلام حق، ممكن ذلك. فالعبرة بما يقول والرد على ما يقول، ما في داعي للتصنيف صراحة، خاصة كما قلت تصنيف غير موافق للواقع. الخطأ العلمي المنهجي الذي وقع فيه الشيخ فايز هو خطأ كبير. المفروض هذه النقطة ما تخيل تذكروها من أول المقطع إلى آخر مقطع، استحضروها دائما. هذه النقطة يا جماعة الخير لو ما تكلمت إلا بها لانتهى الرد، وكانت كافية لبيان أن ما قاله الشيخ فايز خطأ كبير. الخطأ هو في تشخيص وتكييف المسألة كما يراها الشيخ فايز وكما يتكلم عنها المتكلمون، أنها حكم الاستعانة بالكفار ضد الخوارج. القصة ليست كذلك يا جماعة الخير. القصة هي حكم استعانة الكفار بالمسلمين ضد الخوارج. الذي يستعين في هذه المسألة هم الكفار ومن استعانوا بالمسلمين، مش العكس. فارق كبير. لن تجد عالم واحد طرح القضية هذه فيما أعلم. إيش الحكم لو استعان الكفار بنا ضد الخوارج؟ أنا ما وجدت ذلك. وكل نقولات شيخ فايز خارج التغطية، خارج الموضوع، خارج محل النزاع. الخوارج في سوريا يا جماعة الخير، وهذا من كلام سوريين في أضعف حالاتهم، ترى قبل دخول التحالف، يعني قبل الانضمام إلى التحالف هم في أضعف حالاتهم، مش محتاجين إحنا التحالف حتى نقضي عليهم، نستعين بالتحالف ضد الخوارج لنقضي عليهم، لا يا جماعة الخير. لكن من الذي استعان بمن؟ تحالف والذي استعان بالمسلم ضد الخارجي. هذا التشخيص هو الحقيقة الموافقة للواقع. تمام يا جماعة الخير؟ الآن زيادة بتأكيد هذه النقطة وردود على النقولات العلمية التي نقلها الشيخ فايز، أذكر بعضها مش كلها اختصارا لأبين أن هناك خلل علمي حقيقة في الموضوع هذا. نبدأ بعض النقولات التي ذكرها الشيخ فايز، في هناك غيرها، لا أنا بدي أتكلم عما نقله الشيخ فايز. النقل الأول يا جماعة الخير في كتاب منهج الطلاب من كتب الشافعية لزكريا الأنصاري. ذكر الشيخ فايز قال: ولا يستعان بكافر ويستعان عليهم، أي الخوارج أو البغاة، ولا يستعان عليهم بكافر إلا لضرورة. تمام. الشيخ فايز هنا وقف عند كلمة إلا لضرورة. طيب يا شيخ فايز غفر الله لي ولك، لو أنك ذهبت إلى كتاب، هذا كتاب منهج الطلاب، لو ذهبت إلى كتاب فتح الوهاب لمن؟ لنفس المؤلف، وضع المتن ونفسه شرحه في كتابه فتح الوهاب، انظر ماذا يقول نفس المؤلف زكريا الأنصاري. يقول: ولا يستعان عليه بكافر لأنه يحرم تسليطه على المسلم، انتبهوا معي، إلا لضرورة. ماذا قال بعدها شارحا كلمة ضرورة؟ نفس المؤلف قال: بأن كثروا وأحاطوا بنا. يعني لو كثر الخوارج وأحاطوا بنا خلص حيقضوا علينا، عندئذ يباح الاستعانة بهم.
هل هذا الذي يحصل الآن في سوريا؟ أم أن كما قلت النقطة الأولى الكفار هم من استعان بنا ضد الخوارج؟ انتبهوا. النقل الثاني أيضا نقله الشيخ فايز عن هين كتب الشافعية أتوقع: ولا يستعان عليهم بكافر لأنه يحرم تسليطه الكافر على المسلم إلا لضرورة. هين الشيخ فايز وقف. طبعا للأمانة يا جماعة الخير أنا لا أتهم الشيخ فايز أنه مدلس أو غير ذلك، لكن ربما العجلة، ربما تحمس لنصرة قضية يراها حق، لا نستعجل في اتهام الناس بأنه مدلس وغير ذلك، لا نتقي الله في ذلك، إلا لضرورة. هنا وقف الشيخ فايز. طب أكمل الشيخ فايز غفر الله لي ولك. يقول نفسه: إلا لضرورة بأن كثروا وأحاطوا بنا، يعني بأن كثر الخوارج وأحاطوا بنا حيقضوا علينا، عندئذ يباح الاستعانة بهم. هل هذا ما حصل؟ ليس هذا ما حصل. إذا ما في داعي نذكر هذا القول أبدا. تمام. لنذهب الآن إلى الحنابلة. الحنابلة ذكر أظن الشيخ فايز كتاب متن في كتاب الإقناع الحجاوي، الحجاوي قال: ويحرم أن يستعين في حربهم بكافر. هذا من كتب الحنابلة الإقناع الحجاوي. أو بمن يرى قتلهم مدبرين، يعني من يرى قتل الخوارج هم مدبرين ما بصير نستعين فيه. ثم يقول: إلا لضرورة، إلا لضرورة. هذا كلام وين؟ في كتاب القناع. طيب يا شيخ فايز نذهب إلى البهوتي من أعمدة الفقه الحنبلي شارحا هذا المتن في كتابه كشاف القناع عن متن الإقناع، ننظر ماذا يقول. يقول بعد كلمة إلا لضرورة ماذا قال بعدها؟ قال: كأن يعجز أهل العدل عن قتالهم لقلتهم فيجوز للحاجة. يعني أهل الحق مش قادرين على الخوارج لقلتهم، خلاص يجوز الاستعانة بالكافر عليهم. هل هذا ما يحصل الآن في سوريا؟ لا والله. هل ما يحصل في سوريا هو استعانة بالكافر؟ لا والله. الكافر ما يستعين بنا. النقطة التي تلي ذلك منتهى الإيرادات ما راح أتكلم عنه. نرجع لكلام ابن قدامة. ابن قدامة في المغني من أعمدة الفقه الحنبلي يقول: وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم بالكفار ضد مين؟ الخوارج والبغاة، فإن كان يقدر على كفهم، يعني أنا استعنت بالكفار، أنا استعنت بالكفار مش كفار استعانوا فيني، فإن استطعت أن أكفهم أمنعهم من وقت ما بدي أمنعهم أمنع الكفار من يزيدوها شوي. طيب فإن كان يقدر على كفهم استعان بهم، بقدر أمنعهم وقت ما بدي بستعين بهم. هل أسألكم بالله، ها والله يا أخواني بعيدا عن انتصار لفلان أو علان، الآن لو دخلوا التحالف هل يستطيعون كف الأمريكان عن الظلم؟ أسألكم بالله الجواب عندكم. استعان بهم وإن لم يقدر لم يجوز. إذا أنا بقدرش أكفهم إذا ظلموا هذول المتحالف معهم لا يجوز أن أستعين بهم. ابن قدامة نفسه في كتاب الكافي يقول: ولا يستعين على قتالهم بكافر ولا بمن يستبيح قتلهم، لأن القصد عن الخوارج بحكي القصد كفهم لا قتلهم، وهؤلاء الكفار يقصدون قتلهم، فإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم. طبعا الحنابلة ذكروا كيف إيش يعني متى تدعو الحاجة، إذا كثروا علينا مش قادرين عليهم. المهم فقدر على كفهم عن فعل ما لا يجوز. إذا بقدر أكف هذول الأمريكان عن فعل ما لا يجوز جازت الاستعانة بهم، وإلا فلا، ما بستعين فيهم إذا مش قادر عليهم. هل تحالف الحكومة السورية مع الأمريكان تحت راية الأمريكان، تحت راية التحالف، هل يستطيعون كفهم عن ما لا يجوز؟ ألا نرى يا جماعة الخير ماذا يفعل الأمريكان في غزة؟ ألا نرى أن الأسلحة التي فتكت مسلمين هناك أهم من غزة؟ ألا نرى كيف أنهم يد عصا في يد قتلة الأطفال؟ الله المستعان. أما النقل عن ابن حزم فهذا غريب. كان المفروض يا شيخ فايز هذا ابن حزم وغير ابن حزم كان المفروض ما تنقذها أبدا الصراحة. على كل حال ما ذكره ابن الشيخ فايز عن ابن حزم يقول: فإن أشرفوا على الهلكة واضطروا ولم تكن لهم حيلة فلا بأس بأن يلجأوا لأهل الحرب، يعني نلجأ لأهل الحرب
ليش؟ ضد الخوارج أو البغاة، وأن يمتنعوا بأهل الذمة. ما أيقنوا الشرط، ما هو الشرط الذي وضعه ابن حزم؟ قال ما أيقنوا أنهم في استنصارهم لا يؤذون مسلما ولا ذميا. الكفار اللي حستعين فيهم أضمن أن اللي ما استعين فيهم لن يؤذوا مسلما ولا ذميا. هل تضمن الحكومة السورية إن تحالفت مع الأمريكان أن لا يؤذي الأمريكان مسلما ولا ذميا؟ لا يؤذون مسلما ولا ذميا في دم أو مال أو حرمة مما يحل لا يحل. فشرط، تبوا معي شرط، تبوا معي شرط. أولا فإن أشرفوا على الهلكة، أول شيء ابن حزم يقول أشرفوا على الهلكة، يعني أهل الحق كادوا يهلكوا من مين؟ بسبب الخوارج. شرط ثاني إنهم لما نستعين فيهم ما راح يضربوا مسلما. هل أيقنوا بالهلكة؟ الحكومة السورية أحمد الشر أيقن بالهلكة. هل يستطيع أحمد الشر أن يمنعهم من أن يؤذوا مسلما بريئا؟ الجواب عندكم يا سوريين، يا أخوان سوريا، وعندك يا شيخ فايز يا من رأيت الأمريكان وخبرتهم وعرفتهم. على كل حال، نقطة أخيرة، هو يقول أنهم يعني هم في سوريا التحالف. أخي الكريم، قد يكون يعني إذا كان وجودهم في سوريا منكر وأنا لا أستطيع إزالة هذا المنكر فلا أبرر هذا المنكر، لا أعطيه شرعية. منكر خلاص. قل لي سأقلل، أين ستقلل؟ أنت أعطيته شرعية للأسف يعني. وحكم الاستعانة هاي ذكرناه أمامكم. أسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.